يا مساء الفل والجمال عليكم. سريع كده علشان ادخل في الموضوع على طول. كنت بشتري حاجات من عند العلاف، ولفت نظري بقى التوابل اللي طالعه جديده دي، من ضمنها توابل البطاطس. فقلت اما اجيب كيس كده اجربه. فبصوا يا جماعه الكيس حاجه كده الا خالص، ما فيهوش اي حاجه اصلا. لقيت وزنه 6 جرام بكام؟ ب 2 جنيه. ال 2 جنيه مش حاجه، بس احنا كنا قايلين في حلقه الميزانيه، اللي ما شافهاش يخش يشوفها، هسيب لكم الرابط بتاعها، ان احنا الحاجات الصغيره دي بتفرق معانا، واحنا كده كده بنعمل الحاجات دي باستمرار عشان الولاد وكده. فقلت طب ما ابص على المكونات، لقيت مكوناتها اصلا برضو متوفره في اي بيت. اللي هو ايه المكونات؟ ملح وكاري وبابريكا وشطه وجنزبيل وكمون، ويعني الحاجات دي كلها موجوده في اي بيت يعني. تمام. فقلت طب ما نعملها في البيت، حتى هنعملها بكميه اكبر. تمام. وحاجه احنا عارفينها وشايفينها بعينينا برضو، مش مجرد كده. انا حتى اللي خلاني اصلا الفكره دي تجيلي، ان انا لقيت وانا بحط التوابل ريحتها. انا عارف الريحه دي، يعني دي مش توابل مميزه ولا توابل مخصوصه، وللاسف بيبيعوا لنا الوهم واحنا بنشتري. تمام. فاللي هو لا، طب ما انا اعملها بايدي. وفي اصلا توابل تانية انا اصلا بعملها، وبصراحه بتخلي البطاطس تحفه وجميله جدا. تعالوا بقى نشوف التوابل او نوعين التوابل دول نعملهم مع بعض علشان نعمل بيها الشيبسي. وهسيب لكم رابط الفيديو بتاع الشيبسي والقرمشه وبقى، ونحط التوابل في حاجات طبيعيه في البيت بدل ما نشتري حاجه من بره. و نعمل البطاطس المحمره برضو ب أطعمة وحاجات جميلة للولاد، وننوعه وفي نفس الوقت نوفر، وده سياسة القناة بتاعتنا. يلا بينا عشان مطولش عليكم أكتر من كده، نحضر مع بعض التوابل. أول حاجة بقى معايا إن أنا هحط من كل نوع ربع معلقة أو نص معلقة على حسب ما انتوا عاوزين يعني. تمام. أنا هحط نص معلقة من الجنزبيل، نص معلقة من البابريكا، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكاري، ونص معلقة من كزبرة. وطبعا اللي عايز شطة هنحط بقى نص معلقة ربع معلقة على حسب ما انتوا برضو حابين تبقى فيها شطة ولا لأ. وطبعا نص معلقة من الملح. وهنقلب بقى المكونات دي كلها كده مع بعضها، وبكده خلاص الخلطة تبقى جهزت معايا. كل دول يعملوا لي مثلا الحبة الجميلة دول، يعملوا لي مثلا بتاع كيسين 3 من اللي احنا بنشتريهم من بره. يعني بدل ما نروح نشتريهم ب4 جنيه او ب6 جنيه، عملناهم اهو بأقل من جنيه تقريبا. يا جماعة بيبيعوا لنا الوهم، والله والله بيبيعوا لنا الوهم. تمام. دي كده أول خلطة معايا. طيب الخلطة التانية بقى، بجيب فلفل اسود. تمام. طبعا الملح، كمون، كزبرة، السبع بهارات او خلطة اللحمة. وطبعا برضو اللي عاوز شطة يحط شطة. انا مش هحط هنا بقى شطة، انا اصلا مش من مش من هواة الشطة يعني، او مش من الناس اللي بتحب اكل الشطة يعني. وهنقلب كده مع بعض. حاجة بصوا بسيطة ازاي، وهما بيبيعوها لنا. معلش يعني يا جماعة، يعني احنا مش كتع قوي للدرجة ان احنا نروح نشتري آه، خلطة البطاطس يعني، وحسسنا ان هي خلطة سحرية بتاعت كنتاكي مثلا ولا حاجة يعني. تمام. فوالله يا جماعة بيبيعوا لنا الوهم. حاجة بصوا بسيطة ازاي بتعمل لنا كيسين مثلا من اللي احنا بنروح نشتريهم، الواحد ب2 جنيه بس، ولا ليه اي لازمة. احنا بنعملها بالتوابل اللي عندنا في البيت، هتدينا نفس الطعم بنفس الجمال بنفس كل حاجة. تمام. جربوها هتعجبكم جدا. ماشي. وقولوا لي بقى رأيكم في التعليقات. واشوفكم بقى ان شاء الله
في الفيديو اللي جاي، ومع ألف سلامة.